واحد رن عليا دلوقتي، قام قايل لي ايه؟ قال لي انت عارف الاهلي خرج ليه من البطوله؟ طلع عشان ما شحنش الباقه. وي وي الاهلي يخسر من مصرية الاتصالات 2-1 مع الرأفة. مصرية الاتصالات فالشوط الرابع كان ممكن يجيب جونين تلاتة، ولكن خلاص يعني الخبرات واللعيبه شحرت البدني بتاعها راح. الاهلي فريق المليار، الفريق اللي بيتصرف عليه مليارات مش قادر يجيب غير 4 5 لعيبه هم اللي جامدين. لما بيروحوا منتخبات خلاص مفيش اهلي، فريق مليارات. وده لو يدل على ايه؟ يدل على ايه؟ يدل ان ده غسيل اموال. اللعيبه اللي في الملعب النهارده دي اللي انت شايفها بتخسر من فريق الاتصالات، تخسر من فريق الاتصالات، دي بتاخد ملايين، بتاخد ملايين. الناس دي يعني طاهر محمد طاهر ده هياخد له اقل من 15، عمر كمال هياخد له اقل من 15. اللعيبه اللي حسين الشحات اللي قال لك انا ضحيت من اجل الاهلي وهو بياخد 50 مليون. جماعه ده غسيل اموال. الاهلي ما عندوش غير 4 5 لعيبه ومفهومش حد فرقه. هو الاهلي ما هو الا امام عاشور، باقي اللعيبه لعيبه اسماء فقط، لعيبه اسماء فقط. اللي منهم خلاص زهد الكوره زي زيزو، زهد الكوره خلاص، وراجل عمل ارقام، عمل كل حاجه، رايح الاهلي يلم فلوس. اللي زي تريزيجيه لعيب نصاب، لعيب نصاب، اكتر لعيب نصاب في تاريخ مصر، اكتر لعيب نصاب في تاريخ مصر، لعيب ضايع. كل دي لعيبه بتاخد ارقام، لما راحت مشيت طلعت المنتخب مفيش اهلي، مفيش مفيش فريق درجه تانية. الاتصالات درجه تانية. يلعب الاهلي في الدور ال 32 يديله 2-1، 2-1 مع الرأفة. ايه الناس دي؟ ايه الواد اللي مش عارف اللي اسمه حمزه عبد الكريم بقى ما اعرفش اسمه ايه، اللي بيقول راح برشلونه. يا جماعه ما تمشوش ورا ترند وما تمشوش ورا اشاعات وما تمشوش ورا تهجيص. انهي برشلونه معلش؟ انهي برشلوني القمح، او برشلونيا طريق بنها الحر، حاجه كده يعني. ده اسمه تهريج. لو في حاجه اسمها يعني برشلونه باللمسيه بالسكاوتنج بمحللين الاداء، بالصرف بالناس اللي بتفهم، لقوا حمزة علاء عنده حاجة مش عند الله يا راجل. مبروك يا أهلي، 2-1. وبأشحن الباقة، عشان كده بتوع الباقات كسبوا بتوع الساعات. سلام.